تفتكر تشتري إيه موبايل الفترة دي وتدخل بيه 2026؟ أنا جمعت لك شوية موبايلات مش بس بتبيع كتير ولا كمان بس هتديك قيمة مقابل سعر. لا، الموبايلات الفترة الجاية مش هتلاقيها تاني، ولو اتأخرت وما اشتريتهاش دلوقتي غالبا مع دخول 2026 مش هتلاقي موبايلات بتديك نفس القيمة اللي كانت بتقدمها لك. في موبايلات فاضل منها كميات قليلة، وفي موبايلات لسه نازلة الفترة اللي فاتت بس الكميات فيها محدودة جدا. فيلا ما اطولش عليك ويلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لأنه ده بيفرق كتير. أول موبايل معانا هو لسه نازل جديد، الشاومي 15 تي برو. حابب انوه على الموبايل ده بالذات لانه حرفيا مش هتلاقيه برغم انه لسه نازل. الموبايل نازل ليه تقريبا 15 يوم والكميات محدوده جدا لدرجه ان الشركه ما اعلنتش عنه ونزلته فجاه، وده من وجهه نظري لان الموبايل ده قوي مش محتاج اعلان. الموبايل القوي بيعلن عن نفسه. نازل منه نسخه واحده 12 جيجا رام مع 512 مساحه تخزين، وكمان هتلاقيه نازل معاه شويه هدايا كده من شاومي. وموبايل نازل في سعر تقريبا 36,000 جنيه. وعايز موبايل فلاج شيب كده متكامل، ده أقوى صفقة دلوقتي. شاشة أموليد 144 هرتز وده رقم عالي، مسطحة بالكامل بحواف قليلة، وكمان عليها طبقة حماية، بصمة تحت الشاشة صاروخية، سماعات ستيريو مع معالج يعتبر الأقوى في فئته دايمنستي 9400 بدقة تصنيع 3 نانومتر مع ذاكرة تخزين يو اف اس 4.1. بصراحة طلقة. وكمان الموبايل ده فيه تجربة كاميرات محترمة قوي على سعره، وكمان في كاميرا بورتريت تديك لحد 5 اكس اوبتيكال، بطارية 5500 ملي امبير مع شاحن سريع 120 واط، وكمان الموبايل بيدعم الشحن اللاسلكي 50 واط. بالنسبة لي الموبايل ده باكج مقفول من الاخر. يمكن يعيبوا شوية نقطة البطارية اللي في موبايلات كمان اقل منه في السعر ببطاريات اعلى، لكن الشحن السريع يعوض الموضوع ده. انا بالنسبة لي مفيش اي تنازلات تاني في الموبايل ده. ندخل بقى على الموبايل التاني، وهو موبايل ما خدش حقه، وهو الريلمي بي 1 برو. هو موبايل قديم شويه لكن قريب مش هتلاقيه خالص. وركز يا صديقي على النسخه ال 8 جيجا رام مع مساحه تخزين 256 لانها قليله جدا ومش هتتكرر تاني. وريلمي نفسها مقلله منه عشان تروج لل 15 تي وال 14 تي، مع ان ده من وجهه نظري اقوى منهم هما الاثنين. معالج محترم سناب دراجون 6 جين 1، كاميرات محترمه زائد في كاميرا الترا وايد، وبيصور كمان 4K، بطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط. والموبايل جاي بعلبه كامله مفيش حاجه ناقصه في العلبه. الحاجه بالنسبه لي اللي تعيب الموبايل ده انه ما فيهوش NFC، فانت لو عايز NFC هتضطر تروح لل 15 تي او ال 14 تي، لكن اي حاجه تاني الموبايل ده اقوى منهم، وخاصه الكاميرا. والاهم من ده كله انه الفتره دي نازل عليه عروض في كذا حته ان هو وصل سعره ل 10600 جنيه. يا تلحق يا ما تلحقش، واظن انه بعد ما يخلص الشهر ده مش هتلاقي الموبايل ده تاني. الموبايل التالت واللي اتكلمت عنه كتير هو السامسونج ام 55. الموبايل ده خلاص قرب يختفي من السوق. لو بتدور على موبايل من سامسونج في فئه ال 11 ل 12000 جنيه مستحيل تلاقي. شاشه سوبر اموليد، معالج سناب دراجون بيلعب لك الالعاب على 60 فريم، كاميرات احسن بالنسبه لي من الاي 26، شحن 45 واط، سماعات ستيريو. فانت مستحيل تلاقي موبايل بيقدم لك الباكج ده من سامسونج في رينج ال 11 ل 12000 جنيه. هو تقريبا شبه الاي 36 بس الاي 36 اغلى طبعا شويه، ويفرق عنه انه ظهره ازاز وعليه طبقه حمايه وكمان فيه مقاومه ميه. الام 55 حاليا سعره حوالي 11800 جنيه وهيفضل يغلى طول ما هو بيقل من السوق. الموبايل الرابع وهو الانفينكس هوت 50 اس. النسخه 8 جيجا 256 بقت تقريبا ب 11700 جنيه، وده واحد يعتبر من اقوى الموبايلات في فئته. هلعب ببجي على 90 فريم، معالج رائع دايمنسي 7300، شاشة أموليد 144 هرتز، سطوع بيوصل ل 1300 نتس، سماعات ستيريو، بطارية وشحن 45 واط، وكمان بيدعم ال NFC. نقطة ضعفه الوحيدة بالنسبة لي إن الكاميرا الخلفية مش الأفضل، لكن برضه يظل كل الكاميرات اللي حواليه بتقدم نفس التجربة، مش بعيدة أوي عنه. غير كده بالنسبة لي الموبايل ما فيهوش أي نقطة ضعف. الموبايل الخامس واللي دايما برشحه في كل فيديوهاتي هو الأونر 400، وقلت قبل كده إن الموبايل ده هيختفي وفعلا سعره ابتدى يزيد. بص يا صديقي، أنت بتتنازل في الموبايل ده عن الفريم البلاستيك وحجم الشاشة اللي صغير شوية ومقاومة المية، لكن في المقابل هتاخد كاميرا قوية، أداء ممتاز، بطارية وشحن سريع، سماعات ستيريو، تصوير فيديو محترم تقريبا من الأفضل في فئته، والعلبة كمان بتيجي كاملة مش ناقصها أي حاجة. الموبايل السادس وهو موبايل برضه لسه نازل جديد يعتبر الفيفو في 60 لايت ال 5 جي. والموبايل ده ابتدى يختفي شويه من السوق لان الشركه قاصده كده علشان تبيع الفي 50 لايت، لكن الفتره دي نازل عليه عرض فهتلاقيه في رينج تقريبا ال 10000 جنيه لل 11000 جنيه. وبالنسبه لي الموبايل ده واحد من انجح موبايلات 2025. معالج دايمنستي 7360 تربو، شاشه ممتازه، الحاجه الوحيده اللي ناقصاها طبقه الحمايه، كاميرات اماميه وخلفيه محترمه وكمان بتصور 4K، وكمان في كاميرا الترا وايد
وكمان في سماعات ستيريو وبيدعم ال NFC. بطارية عملاقة 6500 ملي أمبير مع شاحن سريع 90 واط، والشاحن كمان في العلبة. بالنسبة لي طفرة حقيقية من فيفو، وكمان بالمقارنة بالجي 50 لايت. بعض الموبايلات اللي هرشحها للفئة الاقتصادية اللي تحت ال 10000 جنيه، أول موبايل معانا الانفينكس 16 برو، بسبب الطلب اللي عليه رفع تقريبا لحد 9000 جنيه. شاشة ممتازة، معالج قوي الهيليو جي 200 وده اقوى معالج تحت ال 10000 جنيه. سماعات ستيريو كمان بيدعم ال NFC. وطبعا نقطه الضعف اللي فيه هي الكاميرات. انت لو عايز كاميرا افضل هتضطر تروح للسامسونج اي 17، بس هتنزل عن حاجات كتير تاني. لكن لو مش فارق معاك الكاميرا، الموبايل ده ارشحه بقوه. في كمان السامسونج اي 07 بيبدا معاك من 5200 جنيه، معالج هيليو جي 99 بيديك 6 سنين تحديثات اندرويد، وكمان بتقدر تلعب لحد 60 فريم. بالنسبه لي في الفئه دي هو يعتبر من اضعف الشاشات والكاميرات اللي موجوده في الفئه دي، لكن اقوى اداء واعتماديه. يعني انت لو عايز موبايل يفضل معاك سنين تحت ال 6000 جنيه، ارشح الموبايل ده بقوه. بعد كده معانا الانفينكس هوت 50 اي، النسخه ال 6 جيجا ال 128، ودي النسخه اللي برشحها ب 4400 جنيه. الموبايل ده ما حدش واخد باله منه خالص. شاشه 120 هرتز، معالج الجي 81، سماعات ستيريو بيصور لحد 2K، بطاريه 5160 ملي امبير، شاحن 18 واط. ناقصه بس بالنسبه لي ال NFC. بالسعر ده مفيش بديل اصلا يقدم اللي هو بيقدمه. في موبايل اخير مضطر اتكلم عنه لان اللي بيحصل فيه مش طبيعي، وهو الاوبو رينو 14. الموبايل ده تقريبا بيغلى كل يوم عن اللي قبله. ناس كتير بتروح له انه بيلعب ببجي على 120 فريم، وطبعا السوفت وير بتاع اوبو مفيش عليه غلطه، لانه كمان براند وخدمه ما بعد البيع قويه. بالنسبه لي ناقصه السطوع وحجم الشاشه، برضو انا ما بحبش ارشحه لانه سعره عالي فعلا على اللي هو بيقدمه، لكن في ناس بتروح له بسبب الاداء، فقلت لازم اقول لك عليه. الخلاصه يا صديقي، لو بتفكر على القيمة مقابل السعر، يبقى لازم تختار موبايل من اللي قلتهم لك في الفيديو ده. وقول لي يا صديقي رأيك في الكومنتات، هتجيب أنهي واحد منهم؟ وكمان لو عندك موبايل تاني ومحتار، اكتب لي في الكومنتات وأنا هقول لك رأيي. وطبعا لو أنت وصلت معايا لحد هنا، فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.